إنها مجرد حمى عادية، وأعطانا وصفة طبية تحتوي على بعض الأدوية. خرجت رقية تلعب بالقرب من المنزل مع أطفال الجيران، وانصرفت إلى عملي. ثم عدت مساء. اقتربت من الحي، 50 خطوة، 40، 30. الآن وجدت أطفال الحي يلعبون كعادتهم، ورقية معهم. تبادلنا النظرات للحظات، ثم شعرت بإرهاق شديد ودوار وصداع فظيع في رأسي. سقطت كخشبة على الأرض، وتحسست رأسي فوجدته ينزف دما كثيفا. جاءت رقية تجري نحوي وهي تنادي: أبي، أبي، قم يا أبي. جلست بقربي وقالت: هل أغمضت عينيك لأنك لا تريد رؤيتي؟ أرجوك قم يا أبي، ابنتك رقية لن تزعجك بعد اليوم. سقطت دموعها فوق صدري، وشعرها المبلول لامس وجهي. راحت تبكي وتهز جسدي قائلة: حسنى، ستذهب بعيدا، ستستيقظ، أليس كذلك؟ غطت وجهها الصغير بيديها، ثم التفتت بعيدا كي لا تراني، لكنها عادت تنظر إلي مرة أخرى، ودموعها تتساقط بغزارة. ثم قالت: برجاء، أرجوك يا أبي، قم، فقط افتح عينيك، تكلم فقط، ابنتك رقية بجانبك. أمسكت بيديها الصغيرتين وكنت أسمعها، لكن لم أستطع أن أنطق بكلمة. فقدت الوعي بعد ذلك. استيقظت فزعا وأنا لا أتذكر شيئا. نظرت إلى السقف الأبيض الغريب، ثم يمينا ويسارا، فوجدت نفسي في المستشفى. كانت زوجتي بجانبي تنظر إلي بنظرة رحيمة، وقد رسمت الدموع على جفنيها خطين أسودين. وابنتي رقية كانت بجانبي أيضا، تشبك يديها الصغيرتين بيدي وهي نائمة وتهمس: أبي، أبي، قم، لا تتركني وحيدة. كان رأسها الصغير فوق السرير يلامس